السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد لاول مره في القناه، مشتريات الشهر بالاسعار كامله. اول حاجه جبناها كانت هي مناديل زينه، تمام، اللي هي مناديل الايد، كانت ب75 جنيه. مناديل المطبخ برضو كان نازل عليها عرض، وانا خدت زينة كان نازل عليها عرض ب69 جنيه، اللي هما الستة، بس انا خدت اتنين عشان انا اوريدي عندي في البيت يعني. خدت اتنين كان ب38. اكياس الزبالة كانت ب80 كيلو. وهنا كنت ببص معاكم على اللي هي الزبادو والرايب والحاجات دي، عشان انا بحب اخد بصراحة حاجة اشربها كده في خلال ما احنا بنلف يعني. نيجي دلوقتي للجبن. كنت حابة اجرب حاجة جديدة، كان نفسي في لبنة بس للأسف ما كانش في لبنة مش مقاطعة هنا، فقلت اخد جبنة كريمي. عجبتني دومتي دي اللي هي بالفلفل، فقلت اجربها. كمان خدت زبدة كريستال ب110، وخدنا جبنة مثلثات عشان نجرب بيها وصفة، كانت ب15 جنيه. وهنا البيفي زي ما انتم شايفين، طبعا هو بالوزن بيختلف يعني. وهنا خدنا كمان جبنة رومي. وكنت بوريكم هنا اسعار الزيتون، وعندنا كمان اسعار التوست زي ما انتم شايفين، واسعار البيض. بالمناسبة البيض بره ارخص بصراحة، احنا هنا على فكرة في جملة ماركت. السكر هنا روز جاردن ب34، وخدت كمان تمر الطحان كان ب44. دلوقتي هنبص على اللبن البودرة. يعني هو بيتباع بالاكياس كده، بيبقى حسب الوزن. الكيس اللي انا خدته كان ب59، الوزن اللي انتوا شايفينه ده. وجينا بقى للمفرزنات. انا في العادة كنت باخد كوكي، بس اكتشفت مؤخرا ان هي منقطعة للأسف. بالنسبة للجبنة الموتزاريلا، جبنة الوادي الأخضر، جبنة طبيعي وحلوة قوي قوي قوي، انصحكم بيها جدا، سعرها 188. خدت كمان كيس ملوخية بسمة كان ب16 جنيه. على فكرة يعني كل منتجات بسمة بصراحة حلوة قوي. دلوقتي كنت بوريكم في سكتي ان هم عندهم كمان ترابيزات ومراجيح وكل ما تتخيلوه الصراحة هنا. ده بقى سكر دايت، سكر ستيفيا، كان عليه عرض ب267 جنيه. ده الزيت بصراحة ما جبتش لانه عندي هنا. شوكولاتة دريم عايزة اقول لكم يعني مرخصينها قوي، معرفش ليه. كنت ناوية اخدها، بعد كده غيرت رأيي، هقول لكم ليه. طبعا اكيد كيك شيف وخميره، وطبعا كريم شانتيه كان ب23 جنيه. دي بقى قهوه تحفه من كلاسيك، جربوها على ضمانتي. والقهوه كانت ب165. دي بقى احلى تونه ممكن تاكلوها، تونه روز جاردن، وسعرها تحفه ب85 التلاته مع بعض. طبعا قلت لكم ان انا هغير الشوكولاته، غيرتها بشوكولاته بلبن تجنن بصراحه، وسعرها كمان ارخص. شوكولاته بلبن كانت ب235 جنيه. خدت كمان لبن جهينه ب45 جنيه. وفي هنا البان اشكال والوان بصراحه، لبن لوز، شوفان، جوز هند، كل ما يخطر على بالكم هتلاقوه. في هنا سبيرس باتس، كانت الصغيره ب10 والكبيره ب22، بس اعتقد ان هي بره ارخص بتهيألي. اعتقد الكبيره بره ب20 تقريبا، او في اماكن بتبيعها 20 واماكن اغلى طبعا اكيد. خدت هنا حاجة نشربها عشان ان شاء الله هنتغدوا في البوفيه بتاع جملة ماركت. كنت بوريكم كمان عندهم خضار وحاجات يعني متقورة للمحشي، وكل حاجة ممكن تخطر على بالكم جاهزة يعني. خدت كمان ستريبس كان ب209. ودلوقتي دخلنا على التوست. في هنا توست كنت بوريه لكم شايلين منه الاطراف، اول مرة اشوفه الصراحة. وفي طبعا توست اللي هو القمح الكامل، وتوست العادي. وخدت توست بيكي بيكر اللي هو بالردة كان ب34 جنيه. ده بقى صوص رانش تحفة من جاردينو، كان ب42 جنيه. وهنا كنت بشوف صوص البرجر، بس طبعا خدت جاردينو برضو تحفة، برضو ب42 جنيه. هنا للمكرونات، خدت مكرونة الملكة الاسباجيتي كانت ب14 جنيه، وخدت كمان شعرية من روز جاردن كانت ب9 جنيه. خدت كمان ساترس كان ب55 جنيه. هنا كنت بوريكم كمان باقي المنظفات. كنت عايزة اخد فيري لغسالة المواعين، بس لقيته غالي بصراحة، فخدت لودفيك، حلوة قوي برضو، وكان ب266 جنيه. لو تعرفوا نوع مسحوق غسالة اطباق يكون حلو ومش مقاطعة ياريت تقولولي. خدت كمان اللي هو سافينج بتاعت روز جاردن برضو حلوة. وهنا في قسم كامل للحيوانات الأليفة. طبعا لازم ندلع أستاذ أوليفر القط بتاعي. خدت كمان ليفة مواعين. وهنا كنت بوريكم كمان أنواع فريدة
يعني يا ريت لو في نوع بتحبوه قولولي. انا على طول بستخدم النوع ده اللي هو المروج تقريبا اسمه كده، تحفة. انا اخدت جلافز بتاع مواعين كان ب66 جنيه، هجربه واقول لكم لو نوعه حلو او لا. كنت بوريكم كمان ان هم عندهم قسم كامل لأعياد الميلاد، كل بقى الشموع والزينة والبلالين وكل حاجة ممكن تخطر على بالكم موجودة. خدت الشمعة عشان عندنا أعياد ميلاد قريب بإذن الله. وهنا عندهم كمان برضو الكوبايات والأطباق، كل حاجة يعني. وكمان في قسم كامل للألعاب، ألعاب بنات وألعاب ولاد، وفي كمان عجل وسكوترز وكل حاجة. وهنا عشان البحر قريب ان شاء الله. وهنا كمان البامبرز بكل انواعه برضو. عندهم كمان سراير اطفال، وعندهم اللي هو سترولرز يعني بصراحة الدور اللي تحت في جملة ماركت فيه كل حاجة ممكن تخطر على بالكم. الدور اللي فوق هو بتاع الاكل، انا بدأت معاكم بالدور اللي فوق عشان يعني حسيت ان انتوا هتكونوا مهتمين بالاكل الاول. في كمان بانيوهات، انا جايبه البانيو الاصفر ده. وهنا كنت بتفرج برضو على حاجة الاكل والمية والكلام ده، لقيت دي اللي هي بيتحط فيها فاكهة حلوة قوي لفترة التسنين، جميلة، خدتها برضو هجربها واقول لكم رأيي فيها. وهنا بقى في كوبايات مية وفي حاجات بتاعت اكل. في كمان كرسي الاكل كان ب200 600. وبالنسبة للبامبرز انا بستخدم بيبو جوي على طول، تحفة حلوة قوي وما بيسربش ومش بيعمل حساسية او اي حاجة. خدت عرض التوفير كان فيه 80 قطعة ب400 جنيه. وهنا كمان عندي الوايبس النوع ده تحفة تحفة بجد، حلوة مليانة مية ومش بتعمل حساسية او اي حاجة، كانت ب85 جنيه. في العموم قسم الاطفال عندهم جميل بصراحة. خدت دي برضو عشان الحمام بس طلعت صغيرة شوية. وهنا الاكياس كنت بقنعه بيها بحكيله ان هي بتتشفط كده وبتبقى صغيره خالص حلوه، ممكن احط فيها لبس الشتوي. كنت بوريكم كمان الحاجات التانية اللي عندهم حلل كده بتتباع لوحدها. وعندهم مثلا طقم زي الطقم ده اللي هو كان ب850 جنيه. برضو لطيف بس هو خفيف شوية الصراحة. في كمان دي اللي هي بتحط فيها كيك ومعجنات كانت ب275. في حاجات كتير من حاجة المطبخ. المجات بتاعتهم هي ما بتعجبنيش بس يعني بحب اتفرج عليها كل مرة. برضو لطيفة، خامتها كويسة يعني بس اشكالها مش احلى حاجة. هنا كنت بتفرج على المجات دي، اما جايبينها جديدة يعني اول شهر اشوفها، فقررت ان انا اخد منها واحد كده يعني ادلع نفسي كده بمج جديد. هبقى اوريكم انا خدت ايه. دي بقى اللي هي كوباية المية طالعة ترند دلوقتي ب299 عندهم. بالنسبة لي المجات كنت محتارة ما بين المج اللي فوق ده اللي انا بوريه لكم دلوقتي وبين برضو اللي تحت دول. ابقوا خمنوا كده انا اخترت ايه منهم. تمام. انا طبعا جايباه عشان الايس كافي او اللي هي الدلجونة، انا بحب اشربها قوي في حاجة فيها شاليمو كده. عندهم كمان كل اطقم اللي هي بتاعت البهارات والسكريات وكل الحاجات دي، برضو اشكال وانواع. وحاجة اللاندري زي ما انتم شايفين. الصراحة يعني بحب اتفرج يعني ساعات قوي ما بشتريش كتير، بس يعني اكتر مكان بشتري منه المكان بتاع المنظمات. وبرضو حاجة المطبخ اوقات كده بلقط حاجة او اتنين. بصوا هنا الحاجات العسليات دي عسل عسل عسل. بصوا الصغنونة دي تحفة عجبتني قوي، خدتها طبعا ما قدرتش اقاوم. في برضو الحاجات دي بتاعت الشعر اللي هي بتاعت تعملي ماسك او بعد الحمام تقريبا. في هنا كوبايات شاي، الكوبايه دي الطقم ده عجبني قوي قوي. كمان الحاجات دي اللي هي طالعه ترند دلوقتي بتاعت السكريات عندهم كذا شكل. وطبعا عندهم العلبه بتاعت الزبده دي طبعا مهمه قوي، منقدرش نعيش من غيرها انتوا عارفين. وانا جبتش حاجه من دول الصراحه، ما عنديش مكان انا احط فيه ديكورات في المطبخ، بس هي شكلها حلو جميله يعني. عندهم كمان اشكال اطباق مختلفه بتتباع فرداني، ممكن لو انت حابه تجددي او كده. برضو حاجات حلوه واسعارها كويسه مقبوله يعني. في كمان هنا اطقم صيني هي نوعا ما قديمة بس يعني ممكن تحبوا لو تحبوا تتفرجوا. بصوا علبة المعالق دي انا جايباها عندي في المطبخ، حلوة بتلم كل حاجة. وفي كمان اشكال تانية بس الشكل اللي انا وريته لكم ده بصراحة اشيك حاجة.
يعني تحسوا كده سيمبل وبسيط. حاجة البلاستيكات هناك تحفة. انا بعشق البلاستيكات عندهم بجد. عندهم كل حاجة ممكن تتخيلوها من البلاستيكات هناك. بصوا هنا علب التوابل دي شكلها على فكرة شيك قوي، بس هي خامتها بصراحة شيب شوية يعني، بس هي شكلها جميل حد حابب يجدد او كده. حلوة برضو. هنا عندهم كمان العلب اللي هي بتاعة المكرونة والرز والحاجات دي. كان ب143 العلبة دي، بس هي كبيرة تشيل كتير برضو. العلبة دي انا شاريها عندي. حلوة قوي على فكرة لو انتوا حابين تاخدوا حاجة لحد مثلا بيتزا معجنات مش عارف ايه، بتتحط فيها كده حلوة علبة بتتاخد شكلها جميل. برضو هنا الاطباق طبعا البلاستيك، كل الاحجام وكل الاشكال اللي انتوا ممكن تتخيلوها موجودة. كمان عندهم قسم للألمونيوم بس، وقسم قصاده للستانلس. برضو خامات متنوعة وأسعار كتيرة. وهنا هنا عندنا الطاسات بتاعت القلي. انا كنت عايزة اجيب واحدة لانه اللي عندي كان لونها ابيض وبقى شكلها بصراحة يعني ما يسرش حد. ما انصحكوش بجد باي حاجه لونها ابيض بجد، يعني كان غباء مني ان انا اشتريت حاجه لونها ابيض بتتعرض للحراره بشكل مستمر بالشكل ده. فكنت عايزه حاجه لونها اسود. بقى المره دي خلاص اتعلمنا من خطأنا وكنا بنفاضل ما بين الاتنين دول، في الاخر جبنا حاجه تالتة خالص اصلا غيرهم، بس يعني كانت حلوه قوي هبقى اوريها لكم. هنا بقى في الصفايات اللي لونها ذهبي دي، شكلها يعني شيك قوي. انا اي حاجه لونها ذهبي كده بتزغلل عيني بجد. بصوا اسعارها كانت ب175 ودي مش عارفه ايه بصراحه، كانت ب255 باين او حاجه كده. تمام. وهنا في الووك ده برضو كان سعره 225. هنا بقى في الصفايه دي شكلها غريب قوي، بس اول مره اشوف مصفى بالشكل ده، بس هي ب255 معرفش بقى شكلها كده ليه. وفي هنا كمان حلل بتتباع برضو لوحدها، احجام واشكال وانواع. ده بقى جرانيت، اصغر حاجه عنده كانت ب155 في الجرانيت، وكان فيه برضو حجم صغير تحت كان ب747. وفي جنبهم بقى اللي هو التيفال، كان ب330 بتاع تروفال. على فكره ما انصحش بيه، انا جربته وحش جدا. هنا بقى في اللي هو بتاعه الكب كيك دي برضو حلوه. وفي بقى الرفايع اشكال وانواع زي ما انتوا عايزين، كل حاجه هتلاقوها. هنا بقى في اطقم الحلل اللي هي على بعضها. كانت الطقم ده اللي كان ب5750. كنت بوريكم كمان برضو هنا رفايع كتير جدا. بصوا الرفايع دي، يعني انا اي حاجه لونها دهب زي ما قلت لكم بعشقها، بتبقى شيك قوي. هي اسعارها شويه غاليه بس شكلها حلو قوي بصراحه. يعني حاولت اقاوم ان انا ما اخدش حاجه منها، بس كنت بوريكم يعني ايه الاشكال دي طالعه موضه دلوقتي، حلوه الصراحه. بس مش عارفه بقى لونها بيفضل كده ولا لا. بقى فوق كان عندهم كمان حاجات للديكور، حاجات للاوتدور والورد وفي كمان هنا الفرع ده كنت خدت واحد، قلت اجرب كده اغطي بيه بقى المواسير بتاعه الغاز اللي عندي في المطبخ، بس مش عارفه احطها ازاي الصراحه. في هنا كمان تربوهات اشكال وانواع. التربو ده عجبني شكله شيك قوي. ودلوقتي ندخل على الفقرة المفضلة، فقرة البوفيه. عندهم كان وقتها ساعة الغدا كانت الساعة 3، وكان في بوفيه الغدا. بوفيه الغدا عندهم يعني تحفة زي ما انتوا شايفين كده. سوري، ما كانش الساعة 3، كانت الساعة ممكن 5 أو حاجة. بصوا كل حاجة ممكن تتخيلوها بقى. يعني احنا طلبنا الدجاج باربيكيو، وزي ما انتوا شايفينه اهو تمام. وخدنا كمان مكرونة اللي هي سويت اند ساور، ورز كمان بسمتي. المكرونه كانت تحفه، كانت حلوه قوي. وكمان سمبوسه كانت واحده باللحمه وبالفراخ، بس كانت وحشه قوي الصراحه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. شكرا لاي حد كمل لحد اللحظه دي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. ومع السلامه، باي باي.